من أقل من شهر بالظبط حصلت حادثة في أمريكا، وقع ضحيتها واحدة لاجئة أوكرانية. يا ترى إيه اللي ممكن يخلي واحد يقدم على فعل هذه الجريمة؟ ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ أقل من شهر بالظبط من النهاردة قامت حادثة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيها واحد اعتدى على واحدة أوكرانية. لما بنيجي نتكلم هنا على الجوانب النفسية في أي موقف زي ده، بندور على الدوافع والأسباب علشان احنا نتعلم منها، وده بيقودنا ان احنا عايزين نتكلم على محورين. محور اللي هو المكان اللي حصل فيه الحادثة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، وتفاصيل بقى الموضوع ده اللي هو الشخص نفسه والشخصية التانية الضحية. والمحور التاني هو الأهم بالنسبة لنا، هو ليه هو عمل كده، وازاي ان احنا ممكن نحمي نفسنا لو تعرضنا لموقف مثله او في مثل هذه المواقف. بالاضافة طبعا الطرف الثالث في الموضوع هم الناس اللي كانوا حاضرين في الموقف نفسه في الحادثة، ورد فعلهم اللي الناس استغربته اكتر. فنبدأ من المحور الاولاني، هو مكان الحادثة واطراف الحادثة نفسه. مكان الحادثة الولايات المتحدة الامريكية، اللي هي بتهتم قوي بمثل هذه الامور عامة، الاعتداء على النفس وكمان مواضيع العنصرية، وخصوصا بقى طرف الحادثة نفسه اللي هو الرجل الأسمر والفتاة الشقراء. احتمال كبير ما تكونش معروف ان الفتاة دي أوكرانية كانت لاجئة في أمريكا، ممكن يشكوا ان هي أي جنسية أخرى، ولكن الأكيد ان هم يقدروا يميزوا ان هي مش أمريكية الموطن، يعني حتى لو هي ساكنة هناك ولكن هي مش أمريكية أصلية زي ما بيقولوا كده، مواليد هناك أو عايشة هناك. ده أول حاجة. طبعا موضوع ان واحد اسمر يعتدي على واحدة شقراء او واحدة بيضاء، ده في حد ذاته بيفتح مجالات كتيرة قوي، وده اللي خلى الموضوع انتشر واشتهر بره الولايات المتحدة ووصل لنا في الوطن العربي وعلى مستوى العالم كله. لما الناس بقى تبتدي تتكلم على الفتاة نفسها ان هي لاجئة وكده، ده جذب مجموعة من التعاطف ليها اكتر. واللي اكتر من كده ان الحادثة اتصورت وبان ان الناس محاولوش يتدخلوا او يدافعوا عنها او حتى ان هم ينقذوها بعد ما الحادثة حصلت. ده بقى اللي بينقلنا للجزء التاني، اللي هو ليه الشخص ده عمل كده. في الواقع يا جماعة، لما بحثت اكتر عن الموضوع اكتشفت ان الشخص اصلا ليه معلومات او سجل جنائي قبل كده، ان هو اصلا متهم في كذا حاجة والمفروض ان هو كان يتعمل له تقييم. يعني نظريا وواقعيا كان الشخص ده المفروض ان هو قبل ما يقدموا على خطوة ان هو زي ما بنقولوا كده يطلقوه في الشارع، كان لازم يكون واخدين احتياطات كتيرة قوي، لان في ناس وجودهم في الشارع خطر. وده اللي بيفسر لنا هو عمل كده ليه. لما الناس قعدت تدور هل كان في دافع عنصري بالنسبة له او كان في حادثة قديمة او كده، طبعا ده بيحتاج ان احنا نتكلم مع الشخص نفسه ونعرف هل هو مثلا ليه مشكلة او حادثة سابقة كان طرفها الاخر ناس من البيض مثلا، وده ترسب معاه فبقى كاره للمجموعة دي، او هو كاره مثلا للناس اللي هم بيخشوا الولايات المتحدة كلاجئين او كده، وبيحسوا ان هم زي ما بيقولوا كده بيقسموهم اللقمة زي ما ده منتشر على مستوى العالم بالنسبة للاجئين. ولا كان في حاجة تانية معاه من الطفولة هي اللي خلته يلجأ للموضوع ده، اللي هو الكراهية اتجاه الناس سواء اللاجئين أو سواء البيض بصفة خاصة. وهنا بقى المشكلة، الناس دي لما تبقى موجودة في الشارع، واحنا هنا بنتكلم ان احنا عايزين نستفيد من معلومة، للأسف يا جماعة الناس المحيطين حواليكوا كلهم عندهم مشاكل وعندهم ترسبات من الماضي، وعايزين نقول كده بمعنى أصح بعض العقد النفسية. انا مش عايز اصور للناس ان حواليكوا كلهم غابة وان كل واحد ممكن يكون متربص لك وكده، ولكن ده شيء وارد. شيء وارد جدا ان انت تلاقي اللي جنبك اقرب واحد شكله طبيعي جدا، مش باين عليه اي تصرفات عدائية، ولكن هو من جواه عنده مشكلة اتجاه مجموعة، اتجاه شخص بيمر بأزمة في الوقت الحالي. فكل ده ممكن يتسبب ان هو يقدم على فعل زي ده من غير حتى ما يكون هو مرتب او مخطط للموضوع ده.
هو مثلا على سبيل المثال لما قعدوا يتكلموا معاه قعد يدي تبريرات اخرى، مثلا زي موضوع ان هو مثلا بيتعاطى نوع من انواع المخدرات، ان هو توقع ان هي بتقرا افكاره، حس ان اللي هي يعني كانت السبب في ان هو يعمل حاجه زي كده. كان كل الكلام في الاتجاه ده. ولكن طبعا هناك يعني في اقل من شهر زي ما بنتكلم كان اتحكم عليه خلاص ان هو ايا كان المبرر اللي هو بيقوله ما كانش ده يدفعه ان هو يقتلها، وخصوصا ان ده ما كانش دفاع عن النفس، او كانت المواجهة زي ما بنقول كده مواجهة متكافئة. تاني حاجة بقى والشق الأهم هو موضوع الناس نفسهم يا جماعة. الناس نفسهم ان هم ما قاموش ان هم لا يدافعوا عن الفتاة، ولا ان هم حتى يحاولوا يوقفوه، ولا ان هم حتى بعد ما حصلت المشكلة ان هم يحاولوا يساعدوها وكده. الموضوع ده يا جماعة مشكلة في العقل الجمعي بصفة عامة. في ناس كتيرة بتخاف ان هي تقدم او تبادر بالاصلاح او كده بسبب ان هم خايفين من تبعات ده، خايفين من تحمل مسؤولية ده. يعني واضح ان الفتاة مصابة، كان ممكن يلحقوها او كان ممكن اي حد يقدم التعاطف اللي ما يخليهاش توصل لمرحلة القهر اللي كان باين في الصورة، ان حتى الناس ما قاموش لا يدافعوا عنها ولا قاموا يساعدوها. فهي يعني ممكن تكون الإصابة جزء، ولكن الجزء التاني، الجزء النفسي، جزءها اللي هي حاسة ان مفيش التفاف حواليها، ولا حتى يعني احساس بشعورها واحساس بالألم اللي هي بتمر بيه، سواء بقى من قديم الأزل ان هي جاية لاجئة والظروف والحرب وكل الكلام ده، وهنا بتتعرض لاعتداء ومحدش قايم معاها. هو ده اللي كان محسسها بالقهر، اللي انقلب واجتمع مع الاعتداء نفسه وسبب لها مشكلة بقى اللي هي خلاص ان هي مش عايزة تعيش. يعني هي شايفة ان الحياة بالنسبة لها ضلمة خالص في هذه اللحظة. يعني لو الإصابة كانت هي السبب المباشر، ولكن ممكن نقول ان في اصابات اكتر من كده واكبر من كده، وفي ناس بيمروا بامراض ومشاكل اكتر من كده وبيقدروا يتعافوا منها. ولكن هنا الازمة ان هي حست بانفصال وحست بقلة التعاطف، ودي بتبقى حاجة مشكلة ما بتدعمش الجزء النفسي اللي هو ممكن يواجه موضوع الاصابات البدنية اللي احنا بنواجهها. طيب يا جماعة، احنا برضو بنسأل، احنا في موقف زي ده نقدر نعمل ايه؟ لو انت تعرضت لموقف زي ده وحاسس ان انت مش هتقدر تواجهه لوحدك، او اتفاجئت او عايز تطلب المساعدة، ما تستناش الناس هي تقدم على خطوة زي كده. وخصوصا بالنسبة للفتيات الموضوع لازم يطلب بشكل مباشر، يعني يا فلان او يا استاذ او يا استاذة، او توجه الكلام لشخص معين وتطلب منه المساعدة مباشرة مباشرة باللي انت محتاجه او اللي هو يقدر يعمله لك. يعني اديني كذا، الحق كذا، اتصل بكذا، بشكل مباشر للأشخاص اللي حواليك. هو ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكسر يعني دايرة الصمت أو دايرة الجمود اللي شفناها في الفيديو دي، اللي مفيش أي حد قدم المساعدة بنفسه زي ما قلنا، لأن هو مش عايز يتحمل المسؤولية. بالإضافة اللي هم عندهم برضو نفس مبدأ اللي هي بتاع وأنا مالي، أكيد في حد تاني هيقوم بالخطوة دي. ولو كان في حد عنده فكرة الشجاعة ان هو يقدم خطوة زي كده، كنت هتلاقوا كل الاتوبيس قام وانتفض وقام يساعدها وقبضوا عليه وما سابوش الموضوع يمر زي ما احنا شفناه في الفيديو كده. فعشان كده يا جماعة اتمنى لكم السلامة، وان المعلومة تكون وصلتكم. لو المعلومة عجبتك متنساش تعمل لها شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي. في نفس الوقت تعمل لها سبسكرايب، تابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.